مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. صديقي اللي راجع من الغربة ومعاه تحويشة عمره وعايز يشتري، هقول لك على 14 نقطة مهمين جدا خاصين وانت بتكتب أي عقد، سواء كان بيع أو إيجار أو اتفاق أو مشاركة. خلي بالك وركز معايا، تعالوا نشوف. هقول لك حاجة مهمة جدا، خلي المعلومات دي في بالك وانت بتكتب عقد سواء بيع او ايجار او مشاركة او اتفاق. اولا، العقد مش هيكون باطل لو مفيش شهود ماضيين عليه، المهم توقيع الشخص اللي هيبيع لك مش الشهود. اتنين، العقد لازم يتكتب فيه تاريخ، ما ينفعش يكون فاضي وحضرتك تقول لي نبقى نكتب التاريخ براحتنا يا استاذ. تلاتة، مفيش حاجة اسمها عقد خالص التمن، حضرتك بتكتب في العقد ان تمن الشيء المبيع كذا وتم سداد تمن كذا في مجلس العقد، وما ينفعش تقول لي اكتب خالص التمن، حضرتك مش بتشتري بطيخ. أربعة، يا ريت حضرتك لو مش هتقل عليك سواء بائع او مشتري تمضي على كل ورقة، يعني ما ينفعش تسيب ورقة وتكسل، حضرتك شاري الحاجات دي بفلوس يعني بتعب وشقة. خمسة، قلنا مليون مرة في فرق كبير جدا بين دعوى صحة التوقيع والتسجيل، ومش كل العقود ينفع تتسجل في الشهر العقاري، ومش معنى ان العقد عليه ختم صحة توقيع يبقى العقد اتسجل وادالك الملكية، لان احنا قلنا قبل كده ان دعوى صحة التوقيع هي دعوة تحفظية لا تنظر للملكية في شيء. ستة، مفيش حاجة اسمها تنازل على ظهر العقد ويبقى انت كده اشتريت يعني اعمل عقد بيع وشراء في تمن. سبعة، يا ريت لما حضرتك تشتري شقة او تأجر تاخد اخر ايصالات مية وكهرباء وغاز، عشان لو المشتري باعلك مش هتشوف وشه تاني وغصب عنك هتدفعهم، يعني هتدفعهم يا جميل. 8، صحة التوقيع حاجة مهمة جدا وبتثبت تاريخ البيع وتوقيع البائع والمشتري، ما تعملش ناصح ومفتح وتقول ملهمش لازمة علشان ما ترجعش تعيط بعد كده. وعلى فكرة ينفع المشتري يرفع صحة توقيع على البائع، وكمان ينفع البائع يرفع صحة توقيع على المشتري، مفيش حاجة اسمها كل واحد يضمن حق. 9، لو حضرتك اشتريت شقة تمليك وملكش حصة في الأرض والبيت وقع كده حضرتك ملكش أي حاجة خالص، يعني حضرتك اشتريت حيطة. 10، لو اشتريت شقة من واحد والشخص ده توفى بعد ما باعلك من حقك ترفع دعوى صحة التوقيع على ورثته عادي، مفيش أي مشكلة. 11، عقد الإيجار ممكن يتعمل عليه صحة توقيع لو مدة الإيجار أكتر من 9 سنين، ولو أقل من كده ما ينفعش، بيبقى إثبات تاريخ فقط لا غير. 12، يا ريت حضرتك قبل ما تشتري شقة تسأل هل صدر لها قرار تمكين ولا لا، عشان لو زوجة البائع كانت عاملة قرار تمكين للشقة قبل ما يبيع لها يبقى عليه العوض ومنه العوض يا جميل. 13، يا ريت حضرتك لما تشتري شقة ويكون على اقساط تعمل العقد من 3 نسخ، نسخة البائع ونسختين بياخدهم المشتري، عشان لما حضرتك ترفع صحة توقيع العقد في المحكمة لازم يكون قدامها أصل عقد، وطبعا المحامي مش هيقدر يسحب الأصل غير لما القضية تخلص تماما. 14، وفي الآخر على فكرة عادي جدا إنك ترفع دعوى صحة توقيع على عقد ابتدائي أو على عقد عليه أقساط، حتى لو حضرتك دفعت من تمن الشقة 1000 جنيه فقط لا غير. يا ريتنا نكون قدرنا نفيدكم واستفدنا، لا تنسونا بخالص دعائكم، وما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة علشان يوصلك كل جديد. قناة محامي الشارع هي قناة قانونية بتقدم لك الموضوع بشكل ساخن. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.